السلام عليكم أسطورتي أساطيري، كنتمنى يا ربي تكونوا بألف خير وعلى خير. ناشطين ماشطين كما العادة، تلقوا لي البشرة وهاكم 10. مرحبا بكم في قصة جديدة. وقبل ما نبداو قصتنا، البنات شجعوني شي شوية وديروا واحد الكومنتير وواحد اللايك ونبداو قصتنا. بسم الله. أنا الاسم ديالي هاجر. كنا حنايا جوج بنات ودري. اختي مسكينه كانت مرضات بواحد المرض ومن بعد توفات، والوالده كانت محتضنه علينا لواحد الدرجه ما كتصورش. كانت حضنانه وكانت قارقه علينا كيف خلاوها العائله نيت. كيقولوا لها هادشي اللي دايره البنات ولدك راه بزاف، ولدك دايره ليه كالبنت، ما يخرج ما يلعب مع الدراري كي الرجال، ما والو، ما تخرج غيتكرفصوا عليك، ما دير غيضربوك، ما هذا ما تدابز، ما تقول كلام خايب، ما والو. خويا مربي معانا كي البنت، لدرجه انه بعد الخطرات كيلبس حوايجنا ويبقى يشطح لينا ويغني. صافي تخلط الدم ديالو معانا حنايا، وبقى مسكين على داك الحال. والوالد ديالي كيقول ليها فلانه راكي زعما خرجتي على هاد الدري. كتقول لي انا خايفه على ولدي وانت كتقول لي خرجت عليه. كيقول لها اييه من حقك تخافي عليه، ولكن راه بعد الخطرات راه الخوف راه تيقتل. زعما داك الحاجه اللي نتيا خايفه عليها. وفعلا هي خرجت على خويا. دازت المده خويا حتى ولا كيحس براسو انه تيميل بزاف انه يكون بنت، كيميل بزاف انه يدير حركات البنات، واخا هو راجل وكل شيء، ولكن ديما الحركات ديالو تاع البنات، الهضره ديالو عزيز عليه حديث العيالات، عزيز عليه بقى يناقش ويعاود ويتحتت وينمم في العيالات. وراه طبيعي كان تيجلس عند رجلينا ونبقاو حت 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 نهضروا. كان يجلس عند رجلين ماما ويمشي معاها. كانت لدرجه انه ماما تكون غاديه لشي بلاصه عند شي مراه ولا مجموعين، وكانت كتشدو كتقول لي زيد معايا، وتجروه وتخلينا حنايا البنات في الدار وتقول لنا نتوما جلسوا بجوجات راكم موانسين. وزعما راه تفراطها داتو هو زعما اللي راجل معاها، وتيجلس وسط العيالات ويبقى يتصنت لهادي، ها اللي عاودت على راجلها، ها اللي تعاود على داك يخونها، ها اللي تعاود على بناتها، ها اللي تعاود على المهم تيجمع واحد الباجاج اللي هو ما خاصوش يجمعو، بحكم انه رجل ما خاصوش يتعلم هذاك الشيء. خصو يجلس في قهوه مع با، خصو يلعب ماتشات، خصو يتحك مزيان في الزنقه. ولكن مع الاسف المهم اختي جاها واحد المرض مسكينه، ولات كطلع لها السخانه بزاف بزاف، والمصارن حتى هما منفوخين ليها. المهم واحد الحاله مسكينه حالتها حاله. دازت عليها تقريبا عامين تاع العذاب تاع المحنه تاع السبيطارات والدوايات والحماق. الحمد لله ربي اكرمها بالموت. انا كنقول انه الموت بعد الخطرات كتكون نعمه، حيت الانسان كيرتاح. داك اللي مريض اولا كيرتاح في قبره، وحتى داك اللي مقابل حتى هو كيرتاح، مع انه الفراق صعيب وصعيب بزاف. وكانت اختي كنت حاطه عليها الراس بزاف لواحد الدرجه ما كتصورش. كانت هي الكبيره، كبر مني بعامين. المهم فاش توفات اختي كنلقى راسي انايا بوحدي، ما كاينش معايا حتى شي حد. خويا حاط عليه راسو داكشي، ولكن كنحس به ماشي. كنقول خليه هو راجل خصو يترجل وما حملش داكشي دارت ليه ماما. يعني كنحاول ما امكن اني نبعدو عليا تصرفات ما كيعجبونيش. كيبقى يقول لي ويلي يا اختي ويلي هذا يعطيك الويل. ما كنحملش هذاك الشيء وما كنحملش نشوف فيه، وكنحاول ما امكن نبعد عليه. دازت المده انايا كنت كنقرا، وصلت سيزيام تعرفت على واحد دري راجل. دري ميمكنش راجل داكشي انا تقريبا اللي ما لقيتش في خويا، داك ترجليت اللي ما لقيتهاش فيه كاين في هذاك الدري. وتمنيت لو انه يكون خويا بحال هكاك. صافي بدينا كنتعارفوا، كنخرج انا وياه بعد خطرات هي المحلابه بحال كنبقاو جالسين تعاودوا هضره تجيب هضره. وعنده واحد الحديد زوين بزاف، وانه تيهضر مرجل سيد، وعنده واحد الشخصيه قويه شنطن. قال لك هي قال لك لا لا، ما يعاودش الهضره. الا عاودت معاه الهضره كينوض وكيخليني مش بحال دوك زعما الدراري اللي يبقى يقول لك لا وحكا وانا نجي نتناقشوا ويبقى لك تيقنعك. صافي قال لك حاجه ما درتيها السلام عليكم. انا عجبتني داك الشخصيه ديالو وتعلقت به بزاف. ايوا وليت اللي قالها ليا كنديرها. صافي تعماو ليا العينين بزاف. ماما كتقول لي الحاجه كنقول لها لا ما دايرهاش. كتقول لي هي كتقولها لي في وجهي كنقول لها ما دايرهاش. هو كيقول لي الحاجه ما كنعاودش من وراه الهضره. انا كنت كنلبس المقزاب، كنت كنلبس المعري، كنت كنلبس بزاف وديما طلقه شعري. والوالده ديالي كانت ديما كتقول لي
شوفي هاجر استري راسك، راه هادشي هذا اللي غادي فيه ماشي هو هذاك، لبسي شي حاجه واخا تيشيرتات انا ديما لابسه الضونيات، ديما صايد مقزبين، شورطات دوك المقزبين، ميمكنش ديما ديك هاجر خارجه في عود امها. هو منين تعرفت عليه كنت كنلبس هداك الشيء، من بعد هو يقول لي شوفي هاد اللباس هذا ما تبقايش تلبسيه، سير لبسي شي حاجه ما عندك حتى شي حاجه مستوره. انا في الاول تحمش كيضحك، صافي كنلبس عادي. المره الثانيه هو يقول لي محال سمعتيني فاش قلت لك واش تلبسي شي حاجه مستوره؟ قلت له انا راه هادشي اللي عندي، ما عندي حتى شي حاجه مستوره. قال لي واخا، كان واحد الموطور، قال لي طلعي. طلعت في الموطور معاه، مشينا لواحد المحل تاع الحوايج، دخلنا ليه، شرا ليا راه ما يمكنش شحال تاع الحوايج، سريولات، دوك واحد اللعيبات هكا نازلين، يا اما بوليرويات ولا قويمجات ولا. كنقول ليه لا، كيقول لي اسكتي، قلت لك اسكتي، قلتي ما عندكش الحوايج مستورين هاهم، تنقيس هادي جات معاك، هادي جات معاك، هادي جات معاك. المهم السيد ولا كيلبسني على ذوقو. خديت بزاف تاع الحوايج وانا ما مقتنعش بهذاك الشيء، ولكن في نفس الوقت عجباني هذيك الشخصيه تاع هذاك السيد، وما خاصنيش نقلقو، وما خاصنيش ندير شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، حيت عجبتني شخصيته، حيت تعجبني هو. مشيت للدار، دخلت هذوك الحوايج وحطيتهم، حيدت منهم تيكيتات. قالت لي الوليده اش هادشي؟ قلت لها راه واحد البنت صاحبتي راه ما كتبيع الحوايج وجابتهم، ايوا قالت لي واش امك تبغي زعما تاخذ لكم هادشي. ايوا قالت لي وعلى انت كتلبسي المستور؟ وانا بقيت نشوفها، قلت لها ولا ويعجبوني بصراحه. ايوا قلت نبدا كنتستر شويه. ماما شافت في واحد الشوفه، نزلت واحد الحاجب وطلعت واحد اخر، وصافي وديك قلبت عليه العين انه هاد الهضره هادي ما دخلت لهاش راسها. حتى انا من التكونيبه ديالي ماشي شي وحده اللي قلت لها ايوا اري لي الفلوس تاع هادشي هذا. صافي دخلت الحوايج للبيت وحطيتهم في البلاكار، وليت كلبسهم، وما خديت من عند امي لا فلوس ولا حتى شي حاجه. بقات امي تدورها في راسها، وقالت لي شتك هذوك الحوايج ما خلصتهمش لصاحبتك وكتلبسيهم؟ قلت لها لا، راه قالت لي وقت ما عطاتوني الفلوس انا ما عنديش المشكل. ايوا واخا بنيتي، صافي وقت ما وجدوا لي نعطيها ياك. قلت لها صافي، انايا على نيتي زعما ما بغيتش نزير الوالده، وعارفه زعما ماشي شي وحدي اللي عندنا باش غتعطيني شي مونطور شرا ليا هذاك الشيء كامل وتقريبا واش حط فيه شي 700 درهم ولا. فعارفه انا الوالده ما تجيش تعطيني داكشي كامل. ايوا دازت ليام، وليت كنلبس داكشي مستور، وليت يا سلام الوالده طاح ليها العجب، وليت غاديه خلاو المصريين على عجين ما لخبطوش، ما تندير لا هك ولا هك ولا هك والو. حتى من باب الدار كنت ديك الساعات نخرج ونبقى مقصره مع البنات هكا في الدريبه ونجالسين، ونخرجوا الكراسه باب الدار ونبقاو كي 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 كي. ولا كل ساعه هاني جايه ماما عند صاحبتي، هاني جايه، قطعت لي ديك صاحبتي، ما بقيت هاني غاديه، ما بقيت هاني جايه والو. تمشي حاضره راسي ورجع حاضره راسي. واحد النهار هي تسولني الوالده بنيتي؟ قلت لها نعم. قالت لي واش تعرفتي على شي حده بنيتي في هاد الايامات؟ قلت لها انا لا. قالت لي لا، حيت شتك ماشي هي هذيك، شي واحد بدلك بنيتي. قلت لها امي ما تبدلت ما والو، وامي غير صافي هداني الله، خلينا نشوفك بنيتي بعينيا. قالت لي واخا نحاول انني نتيا قصيره بنيتي، الله يعاونك ويزيدك. المهم مي ولات تدور لها الهضره في راسها انه انا راه تنتعرف مع شي واحد. داز الوقت، كل ساعه كتسولني، كل ساعه كتسولني، والسيده كانت كتلبس هي المعرته ولات كاع مستوره، ما يمكنش. وليت ما تنفنفش السوايع كنت كنديرهم، وكنتعطل هكا في الرجعه. وليت كنخرج كنجي في الوقيته انا كاع قبل من الوقيته. وبنيتي هادشي بزاف عليا، دخلتي الاسلام دقه اويلي. ايوا بقيت على داك الحال، بقيت على داك الحال، ما يضرها راسها. واحد النهار انا زكيت معاه، قلت له شوف راه غادي نجي زعما هكا سوايع راه ما غاديش نمشي ليهم، نتلاقى انا وياك. قال لي لا ما تبطليش السوايع ديالك ابدا. قلت له شنو راه زعما بغينا نتلاقاو. قال لي واش تتلاقاي؟ دخلي سوايعك وانايا غادي نخرج كما العاده، وغادي ندوز عليك، وديك الساعات نوصلك حتى لحدا الدار، ما تبطلي حتى شي ساعه من سوايع. قلت لي صافي ماشي مشكل. مشيت للسوايع وطلع ليا امتى غادي نشوفو، خرجت من السوايع تقريبا بشي ربع ساعه قبل. ايوا صافي تلاقينا انا وياه كذا. من بعد مشيت وصلنا للدار. هذيك فاش وصلني قول صحابات الحال شافوا السيد بالموطور، شافوا لي وصلني، وصلوها لامي. راه شنو بنتك، راه شنو كاين شنو كاين. مسكتات على ما بها، ما قالت لي لا طبت ولا تحرقات. دازت واحد اليومين عاوتاني قلت راه غادي نشوفو. ايوا لبست حويجاتي مقاده مصايبه وخرجت.
خارجة غادية كتبان لي واحد السيدة لابسة النقاب وتابعاني، تنقول شكون هاد السيدة هادي لابسة النقاب، ناري اللي يكونوا دوك الأخوات اللي زعما يرتكبوا الجرائم ولا شي حاجة ولا تشوفني أنا متبرجة ولا، ولكن تنقول لك أنا مستورة دابا علاش غادي تتبعني. المهم صافي قلت خليها ياك ما طريقي من طريقها، بقيت غادية حتى تلاقيت مع مسيو ديالي، سلام لاباس بخير، هو يقول لي نتحركوا لشي بلايصة، قلت له اللي بغيتي. ايوا يلاه غير ركب في الموطور حتى تتبان لي ديك مولات النقاب شنقات عليا واحد مولاتي الشنقه، ويوا طيراتني من فوق داك الموطور، هو ما فهم والو، شدو ديك مولات النقاب تا هو شنق عليها تيقولها مالك شنو بغيتي عندها تلقي منها. ايوا صافي هي تنتف فيا وتضرب فيا وتتجرني حتى كلمه ما سمعتها من فمو ديك مولات النقاب. ايوا هو فكنا ب66 كشيفه، شد من هنا وشد من لهيه وحيت هو صحيح علينا. ايوا شويه تنقول لها شنو بغيتي فيا، شكون انتي اصلا، شنو بغيتي فيا، علاش درتي فيا هاد الحاله، واش كتعرفيني. ايوا وهي تهز النقاب حتى كتبان ليا امي، وليت كنشوف فيها هو تيقولها مالك لالا، واش انتي حماقه، واش انتي حمقى، واش انتي هبيله، شنو طاري ليك، مالك ياك لاباس، لاش شاده البنت ودايره لها هاد الحاله. تنقول لي ماما ماما ماما، تيقولي فينا هي، هو تيقلب على ماما هو راه شاده في يديه. تنقولي ماما ماما ماما، يا ودي فين هي امك، تنجي صدعت انا بامك. شويه قلت لها ماما راه ما تفهميش غلط، قالت لي ما نفهمش غلط، شكون هو هذا اللي راكبه معاه، هذا هو اللي رجعك للدين، هذا هو اللي دار لك الطريق باش تدوزي للدين وباش تسلمي صافي. وفي الاخر يدور بك في الزناقي، وفي الاخر يدير وهي طلقات. هو يقول لها هضره وحده، قال لها الحاجه بحال هكا، عرفتي ماما شافتي واحد الشوفه، قال لها انا ما نتفلاش على بنتك، انا ما عمرني ما تفليت عليها، ما عمرني ما قلتلهاش حاجه تاع زعما خايبه، ما عمرني ما ناديها. زائد انه الحاجه انا ناوي مع بنتك الحلال، وهي اللي قالت لك بلاتي تشد الباك، عاد ديك ساعات نجي لدارهم، وإلا بغيتي الحاجه من دابا باش نهضر مع باها، راه الحمد لله ما خاصني حتى شي خير، راه عندي داري وعندي الحمد لله طوموبيلتي وهاني بموطوري وبخدمتي، انا ما تخاف من حتى شي حاجه. وبنتك عندك الحاجه، الا بغيتوني قولها تصيفط ليا وغادي نجي لداركم. حطني انا عند امي ودارها مارش لداك الموطور، ومن هنا دازو. انا بقيت كنشوف فيها حيت انا عارفه هو صعيب صعيب صعيب. امي بقات كتشوف فيا وهي تقول لي محقولك يا بنيتي لبستي المستور، محقولك يا بنيتي وليتي غاديه ما تدوري لا هك ولا هك. ايوا يا بنيتي قولي ليه يجي لداركم. قلت لها امي راه انا كنقول ليه، قالت لي يجي يخطبك وديك الساعه تكملي قرايتك ابدا، واش تبقي تخرجي معاه هكاك بلا خطبه. قلت لها ولكن راه ما تزربوش عليا بالعرس، هي نشد الباك، قالت لي ما نزربوا عليك بوالو، هي سيري. ديك الساعه صيفط لها ميساج قلت له شوف راه قالت لك امي جا لدارنا. المهم مشات علمات الوالد قالت له شنو كاين وشنو كاين، قالها مرحبا به. فعلا دازت يومين السيد جاب معاه عائلته وهاز براسو، ما عنده الكلمه نيشان تيهضر معقول، حتى من با احترموا داك المعقول ديالو، عطى واحد القيمه كيقول يا زعما رجل ونص تبارك الله. والحاجه اللي دارتني انه ما حملتش خويا يجلس معاهم في هذاك المجمع، حيت السيد كيهضر مرجل بزاف وخويا كيهضر مئنت بزاف، مع انني كنقولها ليه وكنقول ليه ما تبقاش تعوج، ولا غير من الاحسن لو انك غير تسكت، بقى ساكت ما تهضر ما تتكلم وبقى غير تشوف في الناس، ولا تعلم من عباد الله كيفاش كيهضروا، تعلم من الرجال كيفاش كيهضروا عاد باش هضر. ايوا الحمد لله من بعدها ما كملت لا باك ولا مبارك ولا حتى شي حاجه. من بعدها بشي شهر صافي الوالد قال لك لا ما طولوش عليا انا هاد الخطبه هادي، صافي يجي يتزوج بك. هو ما عندوش المشكل حيت قال لك انا اصلا ما بغيتكش تخدمي، يعني انا كنت بغيت ندير داك الباك غير كي تيقولوا تحت مني وصافي. ايوا صافي درت العرس ديالي ورحت لداري وصافي وجلست فيها معززه مكرمه مع راجلي، ما كنهز الراس، ما كنتحرك، ما كندير حتى شي حاجه، ولكن انا بشخصيتي عاجبني الحال، عاجبني هذاك الراجل يكون هكاك داير حرش معايا. كاينين العيالات اللي كيبغيو يكونوا متحكمات في الرجال، كاينين اللي تتبغي انه يكون حريره معاها وهي ديرو كيف ما بغا، عجينه هي تشكلو كيف ما بغا، كاين كل وحده وكيفاش. ولكن انا المنظور ديالي كيبان لي انه الراجل خاصو يبقى راجل، خاصها تبقى بلاصتو، خاصها تبقى مكانته، خاصنا احترام، خاصني يكون هو يدير شي حوايج اللي هو مختص بهم، يجيب البوطه يهزها يقاد تيصاي يدق المسامر يصبغ يجي. حنايا ولينا متطفلين على هذا الشيء هذا، ولينا ديك بغينا نديرو كل شيء، مع انه نجيو نحللو ونناقشو كنلقاو باللي
صراحة في هذا الوقت هذا حتى الرجال رخاو وطرخاو على المراه وصافي، ولاو ديك معولين عليها. تيقول لك انا ندير 50% وهي دير 50%، مع انها صعيبه. انا المراه راه هازه ديجا واحد 50% ديال الدار، ديال المسؤوليه، ديال المعاناه، ديال الدراري، ديال بزاف تاع الحوايج. انا كانت في واحد العائله كانت هازه هي هم راسها، حتى كتلقى راسها في واحد الدار اللي هازه مسؤوليه كل شيء، هازه واحد الدري ولا طفل كبير. تتربي، تتعاود ليه التربيه عاوتاني، وخصها تغسل ليه وخصها تصابن وخصها طيب وخصها ما عرفت شنو. عاد عاوتاني ولادها، عاد منين هادشي هذا اللي ولا تتحس بالراجل تيقول لك لا، على مالا هي ما تهز، على مالا ما تسخر، على مالا ما تجيب البوطه، على مالا ما دير، على مالا ما تركب الروبيني، على صراحه المسؤوليه تزاد بزاف على المراه، والضغوطات بزاف تزاد على المراه. وداكشي علاش كنقولوا دابا اغلبيه تاع العيالات داخلين في اكتئاب، مرضات، زعما طري فيهم بزاف تاع الحوايج. وهذا الشيء انا اللي جراني لهذا الراجل هذا، انه راجل ونعم رجل. كان كيبان ليا ما كيخلينيش ندير شي حاجه اللي ماشي ديال العيالات. شي حاجه كيقول لك هذا الشيء هذا تاع واش انت وليتي راجل صافي، الا وليتي راجل صافي، يعني ما بقاش عندي انايا علاش غنبقى معاك. صافي تتخليك انه الحاجه من تيقول لك بحال هكا، يعني اي حاجه غتولي ديريها غتولي تخافي انه يتقلق ويقول غنقص ليه من الرجوله ديالو. وصعيب باش تلقاي بحال هذا الانسان هذا. اللهم نفرط في قرايتي ونشد في حال هذا الانسان، حيت الحقيقه ولاو قلالين وقلالين بزاف. ايوا كانت هذه هي قصتي، تمنيت ان نشاركها معكم وشاركتها معكم، وكنتمنى انه اي وحده كتمنى شي راجل بحال هذا تلقاه يا ربي، حيت قلالين البنات، انا عارفه قلالين وقلالين بزاف. كنتمنى ان قصتي تكون نالت اعجابكم. شكرا لكم بزاف على الاستماع، وطلعوا لي فراسكم. باي باي.